الحشرات كمان تقدر تستدل بيها على الكوارث الطبيعية. النمل اتعمل عليه دراسات وأثبت حساسيته بشكل كبير للكوارث، ويقدر يحس بالتغيرات اللي بتحصل في درجة الحرارة أو المجال الكهرومغناطيسي. ده غير إحساسه بالتغيرات في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو، واللي ده بيكون أصلا علامة على اقتراب كارثة طبيعية. النمل لما بيبتدي يحس بتغيرات بيخرج من جحوره بشكل غير طبيعي، وبيتجمع في صفوف وجماعات عشان يدور على مكان تاني يعيش فيه. فالباحثين لما بيلاحظوا المنظر ده بيتأكدوا إن في كارثة طبيعية على الأبواب. وفي ظل نقص إمكانيات بعض الدول في تركيب أجهزة استشعار للكوارث، يجي هنا السؤال: هو احنا ليه ما نستخدمش الحيوانات في استشعار الكوارث الطبيعية مثلا؟ وفي سنة 2020 طلعت ورقة بحثية استنادا لبعض الدراسات اللي اتعملت قبل كده إنهم ممكن